يا هذا إن صدقت مع الله صدقك. من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنيين. إن كان علم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا، وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عنه الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه، إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور، ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه. أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر. تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى، كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريج كربك؟ فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض؟ ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة؟ اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك بك واجعل غنانا بك. كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله. إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبه كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره. ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك، وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك ولربما سبوك وشتموك وعابوك. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة لا يصيبك بها هم ولا غم إلا بدد. أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه. والله ليست السعادة في الأموال، ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس قارون، فإذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. المال ليس هو السعادة، وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك، وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك. السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء، وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك. إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتكي الله إلى أحد، ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره، فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله فجعل الله له من بين أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته؟ لا والله. وما هذا الذي قصه الله في كتابه؟ قص الله في كتابه القصص. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا